شوماخر وباتيستون 82 انهض ولعب كالرجال. قبل نهائي مونديال اسبانيا 82 المانيا الغربيه وفرنسا وصلوا للدور قبل النهائي في واحدة من أكتر بطولات كأس العالم قوة وإثارة. بعد مرحلتين مجموعات ألمانيا الغربية قابلت فرنسا في أشبيلية. المباراة كانت 1-1 لحد الدقيقة 57. بلاتيني لعب كرة طويلة ورا دفاع ألمانيا لباتريك باتيستون اللي كان رايح انفراد على حارس ألمانيا شوماخر. باتيستون استلم الكرة ووسط ذهول العالم كله شوماخر طلع من مرماه عشان يدخل بكل قوة ومن الوضع طائرا في باتيستون وهو بيشوط. في الوقت اللي باتيستون اترمى فيه على الأرض في حالة عدم وعي وزمايله كلهم حواليه، شوماخر بكل هدوء جاب الكرة عشان يلعب ضربة مرمى وهو بيشاور لباتيستون انه يقوم يكمل لعب. الطاقم الطبي جري على الملعب وبعد 10 دقايق من محاولة علاج باتيستون خدوه على النقالة بره الملعب. وفي الوقت اللي الكل مستني يشوف الحكم هيحسب بنالتي، هيطرد شوماخر ولا هيعمل ايه، فوجئوا بيه بيشاور لشوماخر عشان يلعب ضربة المرمى عادي جدا. الحكم بعد الماتش بسنين قال انه كان مركز على الكورة وما شافش تدخل شوماخر اصلا، وان المساعد ما قالوش اي حاجه فما كانش قدامه غير انه يكمل اللعب عادي. باتيستون اتعرض لكسر في الضلوع وفقد 3 من سنانه. حطوله اكسجين وطلع على المستشفى، لكن الماتش كمل عادي ووصل لوقت اضافي سجلت فيه كل فرقه هدفين عشان يوصلوا لضربات الترجيح الاولى في تاريخ كاس العالم. شوماخر تصدى لركلتين عشان المانيا تكسب 5-4 وتوصل للنهائي. ورغم السيناريو المثير لواحده من احلى المباريات في تاريخ كاس العالم، هتفضل لقطه شوماخر وباتيستون هي اللقطه المميزه للماتش ده. شوماخر رد على الصحفيين بعد الماتش وقال: لو كانت سنان باتيستون اتكسرت انا مستعد ادفع له ثمن الطقم. لكن بعد البطوله شوماخر اعتذر لباتيستون وطلب منه انه يسامحه، وباتيستون قبل الاعتذار فعلا عشان تفضل الحدوته واحده من كلاسيكيات كاس العالم.